الا عيط عليك باك وعيطت عليك امك وقالت لك اجا وليدي بغيت ندوي معاك كذا، اعطيها الوقت، ريح معاها، شوفها شنو بغات وصبر معاها واعطيها الودن وتصنت اش تقول لك. وعندك شي حاجه باش تعاونها عاونها وتهلا فيها وكرمها وسول عليها. شحال من واحد دابا راه كاين الهاتف دابا، شحال من واحد ما تيسول على مو على سيمانه، على 15 يوم، على 20 يوم. راه كاين الناس تنعرفهم تيتصلوا بوالديهم يوميا، ومن بعد تيجي عنده، تيجي عند مو، تيجي عند با، تيتقدى ليهم وتيطلع ليهم كما خاصهم شي حاجه وتيخلي لهم فلوس صحيحه. الا خصهم باش يدوزوا تيديهم عند الطبيب، تيديهم عند الطبيبه وتيتهلا فيهم، بغاو يسافروا يفوجوا يبدلوا الجو تيديهم تيمشي معاهم تيسافر بهم. هادو هما اللي مهلين في والديهم، هادو هما اللي باغين البر وباغين الرضوان وباغين المغفره من عند الله سبحانه وتعالى. يحسنون الى ابائهم وامهاتهم. قلنا ثم ماذا؟ ذكرنا الدعاء لهما، ذكرنا حسن العشره، ما تخسرش لهم الهضره، ما تنفخش عليهم. عندك المشاكل في الخدمه، خلي المشاكل ديالك في الخدمه. جيتي عند باك وجيتي عند امك، ريح معاهم وعطيهم الخاطر ودوي معاهم كلام زوين وكلام يعجبهم، وشوف شنو بغاو لبي لهم الطلبات ديالهم. هذا هو اش؟ هذا هو بعض الحقوق، غير بعض. راه واحد من العلماء راه كان عنده طلبة العلم تيقريهم، وعيطت عليه امه وفلان، وقال لي نعم. قالت لي واش عطيتي الشعير للدجاج وقدام الطلبة؟ قال لي لا. المهم قالت لي نوض من تما، نوض تقعد وسير اعطيه الشعير للدجاج عاد رجع. ومشى وكل الدجاج وعاد رجع عند الطلبة.